اكيد في مره من المرات وانت قاعد مع شلتك اللطيفه واحد بدون اي مقدمات يقول او او يشتم باي نوع ما وكله يضحك كانه قال نكته، كانه قال مره عسكري شرب بن العميد حبس 15 يوم، او مره بوابه اتخانق مع ابنه قال له انت طالع لمين، ها ايه انت عامل ايه، انا بعرق مفيش مروحه هنا. المهم واحنا ليه بنحب الشتيمه؟ انا مش جاي اقول لك الشتيمه غلط وما تشتمش، علشان غالبا اللي قال ده بيكون انا، دي مش حاجه كويسه بتفخر فيها واقول انا بشتم، لا يعني ما تشتمش بس يعني اسكت. تمام. في الحقيقة أنا كمان ما عنديش الإجابة الكاملة، بس مجهود ممكن يكون عنده. حط المايك هنا ولا حطه هنا ولا حطه في بشتم عادي يعني، مش عشان حاجة يعني واحنا قاعدين قعدة كده صحاب تمام، أدي في النص كده بلا مقدمات فاليوم بيضحكوا، فبعد شويه كمان اديها واحده تانية بقى بس بصوت اعلى، تمام، فيضحكوا تاني، فادمت خلاص بقى، فاديها شتيمه بعد شويه بس شتيمه تانية مثلا، يعني 3 ورا بعض كده، انت فاهم. او ممكن مثلا وانا بتعامل مع واحد صاحبي حبا فيه اقول له بحبك كده، تمام، ده حبا، تمام، يعني انا بجد من كل قلبي بحبك. او انا بكلم اديها واحده بحبك يا بنت، واديها بحبك تاني في النص واكلم وفهي بقى تقشعر بقى، فتقوم بعتلي فويس وهي بتضحك كده ضحكه اللي هي هي دي، تمام. فانا اشعر كل كده واقول يا لهوي هو ده الحب يا جدعان. انا مش متخيل طريقه التعامل ما بيني وما بينها غير اللي هو اقول لها فهي تقول لي يا كده، يعني مفيش اصل ما ينفعش اساسا، تمام. اقول لها بحبك كده، لا مش جايه سكه، كاني بقولها لواحد صاحبي يعني بحبك. ايه انت حسيت بحاجه؟ انا ما حسيتش بحاجه. مش فاهم، هل انا شاذ؟ هل انت شاذ؟ لا بس ما حسيناش بحاجه ليه؟ علشان انا لما اقول لك بحبك يا كده انا بقيت شاذ وانت هتبقى شاذ بعد شويه. من رايك ليه الشتايم بتضحك؟ يعني ايه يا اسطى؟ مش فاهم. يعني بتضحك يا اسطى، يعني لما بتتقال كده مره واحده بتفاجئ فبتضحك، ما اعرفش يعني. مش فاهم عايز السؤال، مش فاهم انت عايز ايه، مش فاهم ايه اخرة السؤال ده. بتضحك يعني، مش فاهم. طب انت مش مكسوف من نفسك ان انت بتشتم كتير؟ ده حد عينك عني نبي يا ابني، ده انا هطلع فين يالا بتاع يا ما بقى اننا ما استفدناش اي حاجه من اللي حصل دلوقتي ده، فهنضطر نستدعي دكتور مجزاوي. الشتيمة مش مجرد كلمة أو إهانة أو لفظ وخلاص. الشتيمة أكبر من كده بكتير. كل شتيمة بتفرق من موقف لموقف ومن مكان لمكان. يعني مثلا لما تشتم واحد في الشارع وانت بتتخانق معاه دي شتيمة للإهانة، لكن مثلا لما تيجي تشتم واحد صاحبك وانتوا بتهزروا فدي إهانة برضو، بس إهانة قليلة وفيها شوية حب وصداقة. وفي مثلا الشتيمة اللي بتطلع مرة واحدة ولا هي موجهة لحد، هي بتطلع وخلاص عشان عقلك اتعود اللي انت لما يحصل حاجة وحشة او يحصل حاجة مفاجأة تطلع الشتيمة او الصوت ده وخلاص. وفي مثلا الناس اللي لما بتكون في علاقة عاطفية بتشتم فيها كتير، دي اللي تدب وشطة ملناش دعوه بيها. والعقل البشري في المواقف دي برضو بياخد الشتيمه وبيرد عليها برد فعل. اذا كان مثلا في خناقه عقله بيطلع ادرينالين وبيتعصب، او مثلا لما واحد صاحبك يشتمك كهزار ممكن عقلك ياخدها كإهانة وممكن عقلك ياخدها كحب. او مثلا في ناس عقلها بيكون اتعود على الشتيمة ففي نص الكلام بتلاقيه شتم من غير اي مبرر وهو مش قصده اللي هو يشتم او يهين حد، هو علق في الكلام فشتم. يعني مثلا لما حد طبيعي بيعلق في الكلام بيقول او ايه او بيسكت خالص، لكن هو لما بيعلق في الكلام بيشتم وبعد كده يكمل كلامه عادي.
ليه بقى بنحب نشتم او لما بنسمع شتيمة ممكن نضحك؟ في الحقيقة في ناس بتشتم لما بيتزنقوا في الكلام فبيحسوا الشتيمة دي مصدر قوة ليهم وبيقدروا يكملوا كلامهم تاني، وفي ناس بتشتم لمجرد السخرية وخلاص عشان هم شتموا مرة فلقوا الناس بتضحك فشتموا تاني فلقوا الناس بتضحك تاني فتعودوا على الشتيمة علشان هي بتضحك الناس. ليه بقى بنضحك على الشتيمة؟ بكل بساطة عشان الشتيمة بتكون مفاجأة، زي أي نكتة أو حاجة عشوائية تحصل تماما فبتضحك عليها. فهل الشتيمة نوع من أنواع الكوميديا؟ الحقيقة لكن هي مش كوميديا شريفة وشكلك قدام الناس بيكون وحش بعد كده، وبعد كده كل كوميديتك بتتعود ان انت تشتم فيها. فاضرار الشتيمة ككوميديا اكبر من منافعها. يعني مثلا لما شوشو تيجي هنا واشتمها هي مش هتقدر تفهم الشتيمة فمش هتضحك. شوشو هي ما فهمتش الشتيمة فما ضحكتش، بس ده نوع من انواع الكوميديا بتاعتي انا. فانا لما شتمت القطة هي ما فهمتهاش زي بني ادمين كتيرة قوي ما بتفهمش الكوميديا من الشتيمة، بس دي الكوميديا بتاعتي، فدي حاجة سيئة. انا ايه اللي انا بعمله اقوله دلوقتي؟ وانا لازم اقفل الفيديو دلوقتي عشان اللمبة اللي انا لسه اول مرة استعملها اتحرقت. في الاخر الشتيمه كده غلط وحرام، حتى لو انت بتقولها مع اصحابك في حس الفكاهه، اللي هو ما بتشتمش حد من صحابك بس بتقولها مره واحده كده اللي هو فانت بتعود نفسك عليها وبتعود صحابك عليها. ممكن تستعملوها في مواقف تانية تعملوا بيها مشاكل، فده سبب تاني اللي هي حرام. واحنا ليه اصلا بنضحك على الشتيمه؟ الاجابه زي ما بنضحك على اي نوع كوميديا تاني، السبب من اخر المفاجاه والاهانه. الكوميديا مبنيه كلها على المفاجاه، ان انت مش متوقع ان انت تسمع حاجه دي فتسمعها فتضحك، والكوميديا غالبا بتكون مبنيه على اهانه حاجه او شيء، والشتيمه هي حرفيا مفاجاه واهانه. يا ريت كوميديتك ما تكونش مبنيه على الشتام وبس، او ما تكونش مبنيه على الشتام اساسا. في الحقيقه انا عامل الفيديو ده عشان حاجه واحده بس، صناع محتوى الجداد اللي كوميديتهم مبنيه كلها على الشتايم، او اي فيديو بينزلوه لازم يكون فيه شتيمه عشان بيجيب ريتش، فيعملوا فيديوهات تانية فيها شتايم اكتر علشان تجيب ريتش اكتر وهكذا. انا اكيد طبعا مش هقولك اللي انت بتعمله ده غلط عشان انت عارف اللي انت بتعمله ده غلط، بس انا هدخلك في حته الفيديوهات والنجاح اللي انت بتدور عليه انت اساسا خسرته قبل ما تبداه. عشان اول ما تبطل الفيديوهات اللي فيها شتايم هتلاقي الريتش بتاعك وقع والفيوز وقعت وكل حاجه وقعت، وغالبا هتسيب المجال كله. فاحسن لك تبطل اللي انت بتعمله ده دلوقتي وتشوف محتوى تاني الناس تحبه اكتر من القرف اللي انت بتعمله. وانا لسه بعرق مش عارف ليه. وبس كده، دوس لايك وسبسكرايب وشير وكومنت